هلو، السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة الرخسيس الجوزي القسنطيني الجزائري من بين الوصفات التقليدية المنسية. جيناكم من قلب قسنطينة. اليوم جبت لكم أحلى وصفة للرخسيس الجوزي. بس رقدتي؟ يلا المكونات حبيبتي. عندنا 3 عبار من الدقيق الرطب كما راكم تشوفوا معانا، عبرت بهذا اللي فيه السمن. عندنا كيلو فارينة، عندنا 3 مغارف ولا 4 تاع العسل كما راكم تشوفوا معانا باش يعطينا لاكولر هذيك الحميمه هذيك. عندنا لا ليفير شيميك مورف صغيره. هنا انا ما كانش عندي البيكربونات اساسيه يا البنات، حتى لو انت باش لقيت ما عنديش بيكربونات. وهنا السمن، عبرتها السمن مع مغرفه تاع زيت. هنا عندنا الجوز يا البنات، ما نخلوش هكا ندقو ولا نطحنوه، ولا اللي عنده اشوار تطحنوه. هنا ما نديروش الجوز في الوسط، نخلو حتى تكون العجينه باش نرمو الجوز في الاخير. هنا عندنا العبر اللي عبرنا به السمن والفارينه والدقيق، نعبروا به المزهر. نخلطوا كامل نواشف كما راكم تشوفوا، نخلطوا مليح ندخلهم في بعضهم بعض. هنا نزيدوا الكميه تاع الملح، نديروا رشه مليحه، نديروا السمن، نديروا العسل تاعنا، نحطوه كامل، نخلطوا كامل المكونات، ندخلوا هذيك الزبده والعسل في الفارينه والدقيق، نحكوهم بيان بين يدينا. هنا نديروا النص تاع العبر تاعنا تاع المزهر ونكملوها بالماء، ندخلوا داك المزهر ونزيدوا الماء ونعجنوها مليح كيما راكم تشوفوا معنا. راني نرشلها في المزهر هكا. دخلوا لي كامل داك المزهر. الرخسيس يحب يتعجن يا البنات، عجنوا قد اللي تنجموا كيما راكم تشوفوا معايا. راني ندخل كامل المكونات مع بعضهم ونعجن، نقطع في العجين. هنا نخلوه 15 مينوت ونرجع له. هنا نجي العجينه تاعي نروح نحطها في البيتخا، نخليها تزيد تعجن تحب العجين. هنا يا البنات عم بالي كنت نفيلمي ما فيلميتش. هنا في هذه المرحله رموا الجوز وخلوه يتعجن. هنا جبت العجينه وبوليتها كامل ودوكا نفتحها. هنا راني نفتح فيها البنات، شوفوا ذاك القطع تاع الجوز. هنا راني نسخن في الطاجين تاعي مليح، نسخنوه نتقبها بالفرشيطه كامل ونروح نجوزوها في الطاجين كيما راكم تشوفوا يا البنات. نحطو نعدلها بلاصه اللي ميلت ليها كل هاك، نعدلها مليح شوفوا هكا، ونخلوها تحمر، نخلوها طيب ونقدموها. هاوليك يا البنات الرخسيس القسنطيني اللي جامي دقتو ولا كلاتو ولا حبت تعرف لوغو تاعو، ما حتى تاكليه باش تفهمي. يجي مغاير كامل على الفطير تاعنا كامل، حاجه يعني بالنسبه لينا احنا حاجه جديده اللي تاكلها اول مره. تحياتنا الناس قسنطينه وتحياتي لكامل لي زابوني. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. معليا غير نقول لكم الى اللقاء، الى وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسوا لي الجام وابوني وفعلوا الجرس.